اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما عملت لكم في الفيديو اللي فات حصاد القراءات والكتب اللي قريتها طول العام، حبيت كمان اني اعمل لكم فيديو لكل الافلام والمسلسلات اللي شفتها لاول مرة، وده لاني شفت كمية اعمال درامية لا يستهان بها يا جماعة. حبيت اني اشاركها معاكم يعني كتوتال كده كلها، وبعدين هقول لكم على افضل الافلام الاجنبي او العربي او المسلسلات اللي تقدروا تعتبروها توصيات وترشيحات تتفرجوا عليها في ليالي الشتاء الباردة مع شوية فشار كده ومشروبات سخنة. فهيا بنا نبدأ. هنبدأ بالافلام الاجنبي بشكل عشوائي جدا، مش على حسب الافضلية ولا اي حاجة. فيلم سبايدر مان نو واي هوم، فيلم دونت لوك اب، فيلم فينوم 1، فيلم ذا نورث مان تتفرجوش عليه، فيلم Uncharted، فيلم كرول، فيلم باتمان 2022، فيلم The Vault، فيلم ترول، فيلم The Contractor، فيلم رورشاك. وبالمناسبة ده فيلم هندي، الممثلين مغمورين كده، ندمت اني اتفرجت عليه اصلا وقيمته 0/10. فيلم The Equalizer 2، فيلم Age of Tomorrow، فيلم Emancipation، فيلم Black Adam. برضو الفيلم ده اوعوا تتفرجوا عليه. بالنسبة بقى للأفلام العربي برضو كانت بدون ترتيب: فيلم مش أنا، فيلم من أجل زيكو، فيلم حامل اللقب، فيلم العنكبوت، فيلم الجريمة، فيلم برا المنهج. اغلب الافلام العربي دي هتلاقوني عامله ليها مراجعات في فيديوهات سابقه، يا ريت لو ترجعوا للقناه وتشوفوا المراجعات بتاعه الافلام دي. في سنه 2022 شفت فيلم انيميشن وحيد مع مريم بنتي، وهو فيلم مونستر يونيفرسيتي، جامعه المرعبين مش شركه المرعبين. الفيلم ده اتعمل سنه 2013، بيحكي بقى قصة سلوفان ومارد أيام ما كانوا لسه بيتعلموا الرعب والتخويف. تقدروا تتفرجوا عليه مع أولادكم بأمان وتستمتعوا بيه جدا. بالنسبة للمسلسلات بقى اتفرجت على مسلسلين، هما مسلسل البيت بيتي الجزء الأول، ومسلسل الثمانية من مسلسلات منصة واتش المصرية. دلوقتي بقى تعالوا أكلمكم عن أفضل الأفلام وأفضل المسلسلات، وهنبدأ بأفضل الأفلام الأجنبي اللي شفتها، وهبدأ ان انا ارتبها. يعني هم حوالي 5 أو 7 افلام كده، بما ان اكتر حاجة شفتها كانت الافلام الاجنبي. فاول حاجة هقولها يبقى هو ده التوب. افضل فيلم اجنبي شفته كان فيلم The Equalizer 2 او محقق العدالة. الفيلم ده فيلم اكشن واثارة، وفيه بعض اللفتات الاجتماعية والانسانية الجميلة جدا لضابط متقاعد بيحاول انه يساعد الناس ويحقق العدالة، بس يعني من وجهة نظره او من واقع خبرته في العمل بشكل بوليسي. ولما اتفرجت على الفيلم ده قلت لازم اتفرج على الجزء الاول، وحطيته فعلا في قائمة الافلام المقترحة. الفيلم التالي هو فيلم دونت لوك اب، والفيلم ده انا عملت له ريفيو في فيديو سابق بشكل تفصيلي جدا، وقيمته وقلت الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة، فتقدروا ترجعوا تشوفوا الفيديو وتعرفوا تقييمي للفيلم ده. من افضل الافلام اللي شفتها كمان وعجبتني جدا فيلم فينوم 1، فيلم الخيال العلمي اللي بيحكي عن فساد العلماء في معامل ومختبرات بيعملوا فيها ابحاث على البشر، بيخلقوا من خلالها وحوش بتتجسد في اشخاص ناس عادية وتبدأ ان هي تهاجم البشر. وكمان فيلم ترول اللي بيحكي عن اسطورة بتخص الطبيعة. بتقول ايه بقى؟ بتقول ان الجبال في النرويج كانت في يوم من الايام كائنات حية، بسبب تعويذة ما أو في ظروف معينة الجبال أو الكائنات الحية دي تحولت لجبال صامتة ساكنة، وإن أعمال الحفر والتنقيب ممكن تصحيهم. وده اللي بيحصل فعلا في الفيلم، وأبطال الفيلم بعد كده بيحاولوا إن هم يسيطروا على أحد هذه الكائنات ويرجعوه تاني يكون ساكن. الفكرة بقى في رحلتهم وبحثهم ومغامراتهم علشان يعملوا الموضوع ده ويرجعوا تاني الطبيعة في حالة سكون وطمأنينة، بحيث ان هي ما تثيرش الذعر والفزع بين المواطنين. كمان معانا فيلم Emancipation اللي بيحكي عن استعباد البريطانيين البيض لنظرائهم السمر، وازاي كانوا بيشغلوهم عندهم بالسخرة في أعمال شاقة جدا، بيجوعوهم بيهنوهم
ممكن يقتلوهم كمان لو خالفوا تعليماتهم، في مكان أو في مستنقعات بتسمى لويزيانا الخطرة، يعني محفوفة بالمخاطر كمان الطبيعية اللي بتخلي السمر دول حتى لا يجرؤوا على الهرب، لأن هم عارفين أن مصيرهم الموت. الفيلم بيحكي عن قصة حقيقية لأحد المستعبدين السمر اسمه بيتر، اللي بيحاول بكل الطرق الذكية جدا يستخدم مهاراته وخبراته أن يهرب من المكان ده علشان يرجع يعيش بحرية تاني مع أسرته ويبدأ حياة جديدة بعيد عن هذا القهر من الرجل الإنجليزي الأبيض. من أفضل الأفلام الأجنبية كمان الحلوة جدا واللي برشحها هتعجبكم قوي لو انتوا بتحبوا الأفلام اللي فيها مغامرة وبحث عن كنوز بقى قديمة مع شوية أكشن كده وتشويق، فهيعجبكم قوي فيلم Uncharted وكمان فيلم The Vault. بالنسبة لكل الأفلام العربي اللي ذكرتها في الفيديو، فأحسن فيلم عربي شفته فيهم هو اللي كمان برشحه جدا انكم تتفرجوا عليه، وده اللي قلته في فيديو سابق، هو فيلم الجريمة لأحمد عز. وده بجد الفيلم الوحيد اللي عجبني جدا، باقي الأفلام عادية جدا 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 وأقل من العادية كمان. من الأفلام كمان اللي برشحها لكم هو فيلم الانيميشن، فيلم جامعة المرعبين، من الأفلام الحلوة جدا كفيلم عائلي كده مناسب لكل الأعمار، تقدروا تتفرجوا عليه وتستمتعوا بيه مع أولادكم، وكمان هتخرجوا منه بقصة كده ومورال حلوة، وده كعادة كل أفلام بيكسار. أما بقى عن أفضل مسلسل عربي شفته، فطبعا هو مسلسل البيت بيتي. المسلسل ده تحفة جدا، أول مرة في حياتي أشوف رعب كوميدي بشكل مش مبتذل وفي قصة كمان. المسلسل حوالي 15 حلقة، مدة الحلقة بتاعته بسيطة جدا، أنا خلصت المسلسل كله في يوم، والحقيقة ان أنا مستنية الجزء التاني بشكل يعني عشان أنا مستنية أكمل بقية الإبداع والاستمتاع اللي كان بجد يعني مال المسلسل، وكل بقى الكاستنج بص هو مسلسل حلو 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 جدا وعائلي قوي، يعني مفهوش أي حاجة وحشة لكل الأعمار، يمكن هو بس في سنة يعني رعب خفيفة ممكن للأطفال الصغيرة يخافوا منه، لكن غير كده لا هو ظريف يعني حلو جدا. بالنسبة للمسلسل 8 أو 8، هو بالنسبة لي مش وحش، هو كويس يعني جيد، وهو مختلف عن مسلسل بيت بيتي خالص، لأنه هو بوليسي في إثارة وتشويق كده، لكن التاني كوميدي. فانا برضو هتفرج على الجزء التاني من المسلسل ده كنوع من انواع الفضول، بس عشان اعرف مصير ال8 هيكون ازاي، يعني مين هو اصلا الرئيس بتاعهم زعيم العصابة دي. وبالمناسبة 8 دول هي منظمة دولية فاسدة، المفروض انها موجودة داخل الدول العربية زي مافيا كده، بيشتغل بقى معاهم رجال اعمال ومشاهير طبقا لقواعد معينة، واللي بيخالف القواعد دي بيتم تصفيته. يعني القصة بالنسبة لي خيالية شوية يعني، والكاتب عايز يقنعني بيها بالعافية، ولكن أحداثه مشوقة جدا، وربطها لي بجزء تاريخي ان المنظمة دي ليها يعني أصل تاريخي كده، واختيارهم للاسم مع الرمز بتاعهم دوت برضو ربط كده وخيال حلو يعني. فأنا الحقيقة عايزة أعرف ايه اللي هيحصل لهم. بس دي كانت حلقة النهاردة، لو حد شاف حاجة من الأعمال دي ياريت يكتب لي في الكومنتس، ولو تحمستم ان انتوا تجربوا توصياتي وترشيحاتي احكولي كمان تجربتكم، وهل عجبتكم زي ما عجبتني ولا لا. واشوفكم على خير في فيديوز تانية كتير، والسلام عليكم.